نظم استوديو شام بإشراف الأستاذ هشام مرعي بالتعاون مع النادي الثقافي الفلسطيني ورشة تدريبية تختص بتقنيات وإنتاج الصوت. لمعرفة تفاصيل عن هذه الورشة تابعوا معنا. الأعلى شيء هي هون بتكون هيك، شفت كيف؟ أعلى شيء موجودة كسنسيتيفيتي، يمين وشمال شفت قد ايه خفيفة؟ طبعا نحن بنعمل دورات بهدف دائما نطور المهارات الموجودة عند الشباب والصبايا. هل دائما بتتبع نفس طريقة الشرح ولا دائما في تغييرات؟ لا أكيد على طول في تغيير بيكون، من كل دورة بنتعلم أشياء جديدة، أساليب جديدة بنطرحها لحتى نوصل الفكرة بطريقة أسهل وأضبط. تهدف هذه الورشة إلى تنمية وتطوير المهارات لدى الشباب وحثهم على التعلم والتطور، وقد شارك في الورشة عدد من الشباب والشابات من فئات عمرية مختلفة ومن الجنسيتين الفلسطينية واللبنانية. بما أنك أنت مشاركة بهاي الدورة، فيك تخبرينا شو الأشياء اللي استفدتي منها؟ مرحبا. أول شيء استفدت إنه تعلمت كيف أشتغل على برنامج أدوبي إديشن، كيف نسجل الصوت بكل احترافية، كيف نعمل له مكساج ونعلي البيت ونوطيه ونظبط الصوت وما يكون فيه تخزيق أو هيك شيء. كما بادرت رابطة أهالي مجد الكروم الممثلة بالحاج حسن فرحات التي أرسلت عددا من أبناء المخيمات للاستفادة من هذه الورشة. أما في نهاية الورشة تقدم المتدربين بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل. كان معكم حمد الكفري لصفحة حي الضمير من مخيم مارلياس النادي الثقافي الفلسطيني.